القصة هي ناقلة صور الحياة المختلفة عبر الأجيال، شكلت أداة للتسلية حينا، وألقت إضاءات على سير وحياة الناس والمجتمعات حينا آخر، حتى تحولت إلى فن راق قائم بذاته. وفي هذه الفسحة في منتدى هيب الثقافي نتحاور مع القاص خورشيد أحمد حول القصة وكتابتها من خلال تجربته القصصية. فأهلا بكم. بداية أستاذ خورشيد، حبذا لو نتعرف على هويتك الشخصية. شكرا جزيلا، أشكركم على هذا اللقاء. هويتي الشخصية خورشيد أحمد من قرية اسمها نصران، تابعة لي ناحية تروسبيه. تولد هذه القرية الجميلة الصغيرة حيث لا تتعدى عدد منازلها أو عوائلها 25 عائلة، لكنها كانت جميلة جدا. ولطالما في كتابة قصصي فرضت علي هذه القرية الجميلة نفسها، وأعدتني إلى أيام الطفولة لأكتب عنها الشيء الكثير. ومجموعتي الأولى عنونتها بنصران ومسافات أخرى على اسم هذه القرية، لأن ثمة أحداث في بعض قصص هذه المجموعة لها علاقة بذكرياتي أو طفولتي في هذه القرية. طبعا أنا حاصل على إجازة في الهندسة الكهربائية من جامعة حلب عام 1990، وأيضا حائز على إجازة في الحقوق قسم الدراسات القانونية من جامعة الفرات. طبعا هذا يعني باختصار ما يتعلق ببطاقتي الشخصية. وكيف يمكننا أن نجمل ما كتبته إلى الآن؟ طبعا بداياتي كانت في منتصف الثمانينات من القرن الماضي، حيث كتبت بعض الخواطر والقصص القصيرة في بعض الدوريات السورية، منها البعث والثورة وتشرين. ثم كتبت أيضا في مجلة دراسات اشتراكية، لخصت الكثير من الكتب بعنوان يعني عرض في كتاب مثلا قلعة دمدم، الراعي الكردي لعرب شمو. كتبت يعني بعض الدراسات عن الشعر الكردي قديمه وحديثه. مجموعة على مستوى كتابة القصة القصيرة. كانت باكورة أعمالي هي مجموعة نصران ومسافات أخرى التي صدرت في دمشق عام 1993، طبعا بمساعدة من مجلة آسو آنذاك التي كان يشرف عليها مجموعة من الشباب، منهم الفنان رشيد حسو والكاتب عبد الحفيظ وسيامن إبراهيم آنذاك. المهم مجموعة من الكتاب كانوا يشرفون على إصدار هذه المجلة. بعدها كانت مجموعتي الثانية عام 1998 مجموعة نهاية حلم. وطبعا هذه المجموعة حقيقة ظلمت كثيرا،
لأن الرقابة آنذاك غيرت حتى عنوان المجموعة وحذفت منها ما يقارب 40 صفحة، وبالتالي هذا الحذف أساء إلى هذه المجموعة كثيرا. وطبعا أنا لم أتحمس بعد ذاك إلى نشرها، إلا أن بعض الأصدقاء تبنوا نشر هذه المجموعة، وكانت يعني المجموعة الثانية في كتاباتي القصصية. العمل الآخر يعني هو طبعا ليست قصصا، وإنما دراسة نقدية عن القصة الكردية في سوريا بعنوان القصة الكردية في سوريا شهادات ونصوص. طبعا مشروع هذا الكتاب قديم، يعني البداية في هذا الكتاب في هذا المشروع قديم، لأنه كان عندي هاجس لنفض الغبار عن واقع القصة الكردية، عوامل ازدهارها، الأسماء التي تكتب باللغة الكردية من الشباب بشكل خاص في محافظة الجزيرة. طبعا هذا المشروع ارتكز على مقالة نشرتها أعتقد في العدد الثالث من مجلة مواسم تحت عنوان ملاحظات أولية على القصة الكردية في سوريا. وطبعا معظم هذه الملاحظات على القصة الكردية كانت من وجهة نظري يعني ملاحظات تناولت الجوانب السلبية في كتابة القصة الكردية، بمعنى العيوب الفنية التي طالت هذه القصة، مع ترجمة بعض القصص عن الكردية إلى العربية ليطلع عليها القارئ العربي. أدعي أن الكتاب على مستوى الوقوف على القصة الكردية في سوريا كان المشروع الأول من نوعه. ربما طبعا لم يكن كما قلت على مستوى الحلم، لأن الملاحظات التي سجلتها على القصة الكردية هي ملاحظات انطباعية وليس نقدا تطبيقيا. آمل في المستقبل أن يكون هناك جهد من قبل بعض المختصين بالنقد الأدبي لإثارة أو إضاءة جوانب كثيرة تخص القصة الكردية في سوريا. لكن الجدير بالذكر أن وقع هذا الكتاب يعني في الأوساط الكردية كان وقعها يعني مؤثرا، وأشير إليها على أنها كان العمل الأول أو باكورة الأعمال النقدية التي تتناول القصة الكردية في سوريا. المشروع الأخير أو المجموعة الأخيرة كانت مجموعة بعنوان آخر أخبار الممالك، صدرت في أثينا في العام 2011. هذا باختصار يعني عن مجمل الأعمال التي طبعت إلى الآن. وعن الملاحظات السلبية التي أبديتها حول القصة الكردية، هل نستطيع أن نجمل بعضها؟ باختصار مثلا واحدة من الملاحظات أنا لاحظت من خلال قراءتي لعدد كبير من المجموعات القصصية للكتاب الأكراد أن هناك طغيانا للهم السياسي على الهم الإبداعي، بمعنى أن معظم الذين ولجوا ساحة كتابة القصة الكردية يعني لم يدخلوا إلى هذه الساحة بفعل هواجس فنية لها علاقة بمجال كتابة القصة الكردية، وإنما يعني كان هناك شعور قومي، شعور سياسي بأن هناك مظلمة تجاه الأكراد، وبالتالي من يحسن الكتابة بالكردية له أن يلج هذا الباب. طبعا كما نعلم جميعا يعني كتابة القصة يقال أنها من أصعب فنون الكتابة، وبالتالي ليس كل من تصدى
لهذا للكتابة في مجال القصة يمكن له أن يسجل اختراقا أو يمكن له أن يقدم شيئا ينتمي إلى القصة الفنية. هذه واحدة من الملاحظات التي كنت قد وما زلت أراها في الكثير من الكتابات بعد يعني حوالي مضي 10 سنوات من هذا المشروع. الملاحظة الأخرى مثلا التي سجلتها بعض الكتاب أو اعتماد بعض الكتاب على لغة قاموسية تستعصي أحيانا على الفهم. وأتذكر أنني آنذاك أشرت إلى أن بعض الكتاب أثناء قراءة بعض أعمالهم، وأشرت إلى مجموعة لبابي حلبجة هيبت، إلى أن القارئ بحاجة إلى حمل قاموس جيب ليفك الطلاسم اللغوية في هذه المجموعة. يعني هذه الملاحظات آنذاك يعني سجلتها على القصة الكردية في سوريا وعلى الكتاب الأكراد. أعتقد طبعا هناك يعني كانت هناك ملاحظات إيجابية أيضا، يعني استثنيت آنذاك بعض الكتاب الذين يكتبون بالكردية، أن هناك فهما من قبل هؤلاء الكتاب لطبيعة القصة القصيرة وهندسة بنائها، وفي تعاملهم يعني إدراك جيد للتعامل مع البيئة ومع مفردات البيئة، مع الزمن، مع الشخصيات. يعني وأشرت كما أعتقد آنذاك إلى اسم بير رستم وعبد الحليم يوسف ومجموعة من الكتاب الذين يكتبون بالكردية. ما هي حدود الربط بين القصة والواقع كما تراه؟ بتقديري يعني ليست القصة فقط، وإنما جميع أنواع الفنون بذرة انطلاقها هو الواقع. لكن الأدب عموما والفن عموما هو لا يعكس الواقع كما هو، وإنما يستند إلى الواقع، ينطلق من الواقع. هناك شيء في الأدب مخيلة المبدع، خيال المبدع، وإلى أي درجة يمكن لهذا المبدع أن يلتقط المسائل الجوهرية في حركة الواقع ويصيغها بشكل فني أو شكل أدبي عبر معالجة فنية يمكن أن تختفي الكثير من الأفكار حول هذا الفن. إذن علاقة الفن عموما بالواقع علاقة جوهرية، لا انفصام كما يدعي البعض بين الواقع وبين أي كتابة أو أي فن. فالقصة بشكل عام والفن عموما الذي يترفع عن علاقات الزمان والمكان لا يمكن له أن ينتج إبداعا، ولا يمكن له أن يعطينا قصة فنية خالدة أو رواية أو أي عمل أدبي آخر. وماذا تريد من قصتك أن تحدث في الواقع؟ هو عموما الفن بشكل عام كما يقول محمود درويش أن الشعر له فاعليتين، فاعلية جمالية وفاعلية اجتماعية. طبعا الفعل الثقافي بشكل عام هو كالنحت في الصخر، يعني لا يؤتي بنتائج سريعة، يعني هو فعل تراكمي عبر تغيير وعي الآخرين. بهذا المعنى القصة وغيرها من الأجناس الأدبية يمكن لها أن تغير في الواقع. ومن هنا كان حساسية الطغاة عبر التاريخ حساسيتهم تجاه القصيدة، تجاه القصة، تجاه الرواية، باعتبارها جبهة مناهضة لهؤلاء على طول الخط. وسأضرب أمثلة من التاريخ. مثلا
عندما حاصر تيمورلينغ سمرقند وكان في أوج نشوته وخيمه تحاصر، خيم جيوشه تحاصر مدينة سمرقند، وكان مزهوا بنفسه وبعظمته، ويجلسون، هو طبعا كان جالسا على سرير ويجلسون أمامه الوزراء وقادة الجيش كالعبيد، وكان بينهم شاعر يدعى جرماني. فسأله تيمورلينغ وهو في أوج جنون عظمته، قال له: بكم تشتريني يا مورغاني إذا ما عرضت للبيع في السوق؟ ففكر مورغاني ورد عليه قال: ب25 دينارا يا سيدي. فقال له: ويحك، فإن الحزام الذي أضعه على خصري إنما ثمنه 25 دينارا. قال: وهذا بالضبط ما قصدته، لأنك لا تساوي فلسا واحدا. وإلى الآن لا يعرف المؤرخون أو لا يعلم المؤرخون ماذا كان مصير مورغاني، لكن لنا أن نعرف هذا المصير سلفا. صدام حسين عثروا على أيام زمان، عثروا على في بعض مقرات الأنصار، عثروا على وثائق بأسماء معظم شعراء العراق ومعظم مثقفي العراق ومعظم روائي العراق الذين يجب تصفيتهم واغتيالهم والتخلص منهم. هذا هو خوف الطاغية من الكلمة، من الفن عموما. وموشى الديان في واحدة من تصريحاته صرح بأن قصيدة واحدة لفدوى طوقان الشاعرة الفلسطينية تشكل خطرا على إسرائيل أكثر من 10 اعتداءات مسلحة من قبل منظمة التحرير الفلسطينية. هذا هو فعل الثقافة عموما، فعل الفن عموما، وفعل الموسيقى طبعا، ناهيك عن منع السلطات التركية لأغاني المطرب التقدمي شيفان، الفنان العالمي شيفان. وكان قرأت كثيرا أن الاستعمار الإنجليزي كان يمنع الغناء الفلكلوري في اليمن، هذا الغناء الذي يمجد تاريخ اليمن السعيد ويتغنى ببطولات هذا الشعب. لذلك الفن بشكل عام محارب من قبل الطغاة. وتقديري لو لم يكن لهذه الكلمة فعلا على المستوى الاجتماعي لما كان مخيفا ومرعبا إلى هذا الحد للسلطات وللطغاة عبر التاريخ. وأعود إلى شخصك قليلا أستاذ خورشيد، هل ما زالت القصة الأولى التي كتبتها موجودة بين أوراقك؟ الحقيقة أنا أتذكر أنني أول قصة كتبتها كان قصة واقعية مفرطة حقيقة في الواقعية عن تجربتنا أنا وأخين لي، كنا ندرس في مدينة القامشلي، وكنا نسكن قبوا مظلما. هذا القبو منح لنا علاقة مع مجموعة من الفئران التي كانت تغزو بقايا الطعام والخبز اليابس، وكنا في حرب دائم مع هذه الفئران. القصة عنونتها آنذاك في مركز الأرض، كناية عن هذا يعني عمق هذا القبو وعتمته وظلمة هذا القبو. وأتذكر أنني عرضتها على الروائي عبد الرحمن حمادي الذي كان مدرسا في مدرسة العروبة في الثمانينات، فقرأ القصة وكتب جملة ملاحظات مشيدا بالقصة، وأشار إلى ملاحظة سلبية على خاتمة القصة، على أن هناك مباشرة
في هذه القصة، لكنه قال: أعتقد أن كاتب هذه القصة سيكون له في يوم من الأيام أو سيحتل مقعدا في عالم الأدب وعالم القصة السورية. وهل للثقافة بالعموم فئرانها تشبه فئران قبوكم؟ بالتأكيد هناك من يتطفل دائما على الثقافة، هناك دائما من يدعي أنه مثقف، مع ذلك يعني الكثير من المثقفين، يعني هناك تمييز بين مثقف ومثقف آخر، مثقف سلطوي، مثقف تابع، مثقف، بينما في الجبهة الأخرى هناك مثقفين ديمقراطيين، مثقفين تقدميين إنسانيين، يعني يسعون لتكريس قيم الحرية، قيم الجمال، وقيم الفن الأصيل، يغوصون في القاع الاجتماعي، لا يهمهم لا النياشين ولا بريق الأوسمة التي تمنح لهم من خلال الأضواء التي تمنحها أو تكشف عن هزالة ثقافتهم من قبل السلطات الحاكمة بشكل عام. أستاذ خورشيد، لماذا اخترت هذا الجنس الأدبي للتعبير من خلال عما تريد؟ حقيقة يعني أنا لا أعلم بالضبط لماذا القصة. يعني في بداياتي كتبت قليلا من الشعر، ثم يعني تركت الشعر لأهله، لأني اكتشفت ربما لا أبدع شيئا ذو قيمة في مجال الشعر. يعني إذا عدت إلى مجموعتي الأولى، وأعتقد أنك قرأتها، فيها قول لي أو حديث لوالدتي تتحدث عن جنية آل هدو أو بيرعبوك آل هدو. هذه القصة لها علاقة مباشرة بحياتنا، بما حفظته وإلى هذه اللحظة من حكايات أمي عن هذه الجنية التي وقعت في حالة غرامية مع أحد أخوالي. إضافة، طبعا أنا هنا أشير إلى الجو الذي ترعرعت فيه، وربما يكون له تأثيرا في رفض مخزوني الحكائي منذ الصغر. أبي كان أيضا مولعا بسرد بعض الملاحم العربية والكردية، كان دائما في ليالي طبعا الشتاء يحدثنا عن رستم زال، ملحمة رستم، يحدثنا عن سيف بن يزن، يحدثنا عن الكثير من الملاحم والبطولات في التاريخ الكردي، وأيضا مامي آلان مثلا، مموزين. كل هذه القضايا أنا سمعتها من والدي، وأحيانا وأنا صغير كنت أتردد معه إلى مضافة القرية. حياتي ربما هذه ولد عندي شوقا لاحقا، طبعا شوقا إلى مجالسة العجائز. وكانت هناك امرأة عجوز استفدت منها كثيرا الحقيقة، كانت على يعني روحها فضائحية جدا، تعرف كل القضايا الغرامية لنساء القرية، كونها يعني أكثرهن عمرا، وكانت يعني لا تخبئ شيء. نجلس أنا وإياها في ظل أحد البيوت وتتحدث عن تجربة فلانة مع فلان، وكي أين كانوا يلتقون، وحتى كانت لها القدرة أن تتذكر الأغاني التي كانوا من خلالها يتغزلون كفتيات وشباب. ربما هذا الذي يعني هذا المخزون دفعني باتجاه كتابة القصة، إضافة إلى تشجيع أساتذتي لي في هذا المجال، وقصصي التي نالت بعضها جوائز ربما أعطتني يعني دفعة إضافية باتجاه
المضي في كتابة القصة دون غيرها، علما أن هناك يعني محاولة، وليس فقط محاولة وإنما أمضيت يعني شوط في الكتابة الآن في رواية قد يعني تصدر في الفترة المقبلة. وهل من الممكن أن يفلت الكاتب من بيئته؟ بمعنى ما؟ الكاتب بشكل عام إذا أراد أن يكون كاتبا مخلصا لبيئته ولمحيطه الاجتماعي يجب أن يتعرف جيدا على هذه البيئة ويخلص لها من خلال الغوص في القاع الاجتماعي ومعرفة ما يدور حوله، وكما يقال القبض على الحركة الخفية في هذا الواقع ومستقبل هذه الحركة. والذين أخلصوا لبيئتهم أبدعوا الكثير من الأعمال الخالدة. فأنت إذا أردت أن تتعرف على البيئة المصرية أو تحديدا بيئة القاهرة أيام كتابة ثلاثية نجيب محفوظ الشهيرة، فلك من خلال هذه الثلاثية أن تتعرف على المجتمع المصري والبيئة في القاهرة بشكل دقيق. وأيضا مثلا بيئة البحر، الكثير منا تعرف إلى هذه البيئة بتناقضاتها وعواصفها، وكيف أن الصيادين يحاولون إخراج لقمتهم من أفواه يعني الحيتان من خلال أعمال حنا مينا. بهذا المعنى لا يستطيع الكاتب عموما أو القاص إذا ما أراد أن ينتج شيئا، لأنه بالمحصلة هو ابن هذه البيئة، يعني هو ينطلق من هذه البيئة، وبالتالي لا مناص من القرب من هذه البيئة والإخلاص لها عبر قراءة مفردات هذه البيئة، عبر التعرف على معالم هذه البيئة، على عادات وتقاليد هذه البيئة، على سيكولوجية الأشخاص الذين ترتكز عليها شخوص قصته أو روايته بشكل عام، وعلى دواخلها وعلى الطبائع، وكل هذه القضايا يستفيد منها القاص والروائي بشكل عام للارتكاز عليها في كتابة عمل فني يمكن للآخرين أن يقولوا أن هذا العمل الفني يجسد البيئة الفلانية. الإخلاص للبيئة هل يعني الخضوع لها أم محاولة السير بها إلى مسافات حضارية أخرى؟ بالتأكيد السير بها إلى مسافات حضارية أخرى، ولكن الانطلاق منها أولا الإخلاص لها. فهناك الكثير من الأعمال نتيجة إخلاصها لبيئتها طرقت أبواب العالمية.